بنقابل ناس كتير بيخافوا من حاجات ممكن تكون تافهة بالنسبة لنا، وبنفضل نتريق عليهم وبنقلل من شأن الحاجة اللي هم بيخافوا منها، وبنحكم عليهم ان هم بيتدلعوا. لكن في الحقيقة هم مش بيتدلعوا ولا حاجة، هم عندهم حاجة اسمها خوف مرضي، اللي احنا بنقول عليها الفوبيا. وده بيجي للإنسان بيخاف من حاجة معينة، ممكن تكون هي ما بتخوفش في الطبيعي، بس هو عنده خوف ورهبة منها. ممكن ناس بتجيلها من بعض أنواع الحيوانات، في ناس بيجيلها من الدم، من الحقن، في ناس بتجيلها من الأماكن المرتفعة، الأماكن المغلقة. حاجات ممكن بالنسبة لنا تكون تافهة، لكن بالنسبة لهم فعلا هي مرض وحاجز نفسي كبير جدا. فلما تقابلوا حد عنده خوف من حاجة معينة، بلاش تقللوا منها، وبلاش تقولوا له ان هو بيتدلع، حاولوا تتعاملوا مع الموضوع عادي. وانت لو عندك فوبيا من حاجة معينة، اتعامل معاها عادي جدا وابعد عنها. مش مضطر ان انت تتقبل حاجة هي بتتعبك او بتزعجك وممكن تأذيك علشان خاطر فلان او فلانة ما يقولوش عليك ان انت بتتدلع.